الحزن شعور يخليك تعرف قيمة الضحكة، والخوف على شخص تحبه شعور يدفعك تكون مسؤول وشجاع، والحب بشكل عام يدفعك حتى تكون إنسان أفضل. مساء الخير. شايفين لعابة الخيوط اللي يستخدموها بالمسرحيات؟ اللي بيها خيوط تخليك تقدر تتحكم بهاي اللعابة بأي شكل أنت تحب، تنزل راسها، ترفع راسها، تحركها يمنى يسرى، بأي شكل أنت تحب. مشاعرك بالضبط نفس الشيء، هي اللي تتحكم بيك من خلال خيوطها اللي هن الحب والحزن والشجاعة والسعادة إلى آخره. المشاعر هي المحرك الأساسي للإنسان، وهي اللي توجهه بتصرفاته وسلوكه. يعني مشاعرك هي مصدر سلوكه. فمثلا أنت إذا كنت تشعر بالخوف من شخص، ردة فعلك تجاهه مو نفس ردة فعلك وأنت ما خايف. وأنت إذا كنت تشعر بالغضب ممكن راح تسوي شيء تندم عليه. وأنت إذا كنت تشعر بالحب والأمان ممكن راح تسوي شيء حلو ومفرح. وهاي التناقضات بالمشاعر كلها ممكن نلقاها بشخصية الشاعر والفارس عنترة بالشدة. عنترة شاعر جاهلي جمع بين الشجاعة المفرطة والفخر وبين العشق القوي، فكان يقول وهو مفتخر بشجاعته: حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا. المشاعر أبدا مو ضعف، أساسا ممكن تكون مصدر قوة كبير، وعنترة خير مثال على هذا الشيء، لأن حول مشاعره إلى دافع يخليه فارس قوي ومتحدي بظلم الواقع وتفرقة النسل. عنترة كان يحب عبلة بنت عمه مالك، القصة أغلبكم تعرفوها، وكانت هي تحبه حب عظيم، وكانت من أجمل نساء قومها، وكان عنترة مجنون بيها إلى درجة لا توصف. لكن المانع الوحيد لهاي العلاقة كان هو مالك والد عبلة. وعلى الرغم من أنه عنترة معروف عنه كان فارسا لا يذل، إلا أنه ما حد كان متوقع الفارس اللي يقول بكل عز: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. يرجع بعد فترة بكل انكسار وألم ويقول: أذل لعبلة من فرط وجدي وأحسبها من الدنيا اهتمامي، وأمتثل الأوامر من أبيها وقد ملك الهوى مني زمامي. وهاي الأبيات قالها بعد ما تقدم حتى يخطب عبلة من أبوه، وأبوها طلب منه مهر 1000 ناقة من النوق العصافير. واللي ما تعرفوه، النوق العصافير هي أندر أنواع الإبل بذاك الزمن. بس عنترة قالت تدلل وراح وقدر يجيب 1000 ناقة بعد جولة من المعارك والعذاب والتعب والأسى. لكن من جاب 1000 ناقة أبوها رفضه، مو بس رفضه، راح وعرض على فرسان القبائل إنه اللي يريد يتزوج عبلة بنته يجيب راس عنترة مهر، وال1000 ناقة ما حد يدري وين راح. فبقى عنترة حزين بسبب فراق عبلة، وقال بكل ألم: لحى الله الفراق ولا رعاه، فكم قد شك قلبي بالنبال، أقاتل كل جبار عنيد ويقتلني الفراق بلا قتال. تخيل وياي درجة الحب الواصل لها عنترة. احنا بهذا الزمن نروح نتقدم مرة واحدة، وإذا رفضنا نقول ها هي سوينا اللي علينا. وعلى الرغم من هذا كله بقى عنترة يحاول، وبقت قصته مجهولة. البعض يقولون انتهت بالزواج، والبعض يقولون انتهت بالفراق. ملخص القصة: المشاعر قوة بس تحتاج إلى توازن، وعنترة كان نموذج للرجل اللي ما انكسر رغم الظلم وبقى صامد ويحاول. ومنها تجي المقولة الشهيرة: القوة في الحب. الحزن شعور يخليك تعرف قيمة الضحكة، والخوف على شخص تحبه شعور يدفعك تكون مسؤول وشجاع، والحب بشكل عام يدفعك حتى تكون إنسان أفضل. فالخيوط أو المشاعر اللي حكيت لك عليها بداية الحلقة خليها مستقيمة وبدون عقدات حتى تقدر تتحكم بنفسك براحتك. مع السلامة. بحبها